جماعه دلوقتي في مشكله. لا اله الا الله، في ايه؟ هو دلوقتي عايز برينجوز، كل ما ادخل سوبر عاوز ايه؟ دلوقتي عايز برينجوز كل ما برينجوز؟ مش كان اسمه برينجليز؟ 4 علب من جبس البرنجليز. تعب وصبر واشتغل واجتهد فربنا كرمه. اشتغل واجتهد ورفع عروض الصبح لحد ما ربنا كرمه وجاب ميت عنده في البيت، صح؟ انا خايف اكلمك عشان الحكومه لو هتقفشنا هتكلبش انت مش هكلبشوك. يلا يا قمر. شكرا مليون مشترك، بحبكم يا اخواتي، انتوا مني وانا منكم، على راسي اشيلكم، انا بحبكم، انا بعزكم، انا سهران من اجلكم، عمال امنتج لكم علشان انزل لكم اقوى فيديوهات، وتحبوني. اي نعم، عارف ان انا سارق الاغنيه، بس جميع الحقوق محفوظه لصاحب الاغنيه. اغنيه بجد عظيمه جدا، عظيمه. ترى ابني يفتخر بيها لما يكبر غصب عن اللي خلفوه. ههزقك من دلوقتي، لم نفسك لم نفسك. استنوا قبل ما نبدا، يعني خالص تعازينا لاهل المغرب على الحادثه اللي حصل عندهم، الزلزال اللي حصل. الله يرحم كل اللي مات ويصبر اهاليهم يا رب، وربنا يعينكم يا رب ويصبركم على المحنه اللي انتوا فيها. كنت عايز بقى اشكركم على كومنتاتكم الفيديو اللي فات. كومنتات يا جماعه كانت في منتهى الجمال بجد، بتخلوني والله ما اندمش ان انا شاركتكم تفاصيل حياتي الحلوه. فيديو النهارده بقى اخيرا جوله تيك توكيه من الحاجات الدسمه اللي احنا بنعمل عليها رياكت دي، عارفها بقى. الفيديو ده يوصل ل 30 40 50 الف لايك. لو عرفت تعملها اعملها، اهم حاجه ما تكسلش انك تعمل لايك، غيرك مش هيكسل، انت مش هتكسل، هنوصل لللايكات اللي احنا عايزينها. انا فاتحه لايف. سوزي لما تتعصب، مالك يا سوزي؟ فين؟ حضرتك ما تعصبنيش. لا، في عيد ميلادك ايه؟ ده مديك 10000 جنيه. عيد ميلادك ايه؟ انا ما اديتلكش فلوس احلف كده برحمه جدي. انا كدابه؟ وغلاوه اختي وحياه القران ده مديك 10000 جنيه. عاجبك يعني لما بتعصب؟ ولما ارجع اخد المؤدي وربنا مديك 10000 جنيه. هو انت بتزعل مين؟ ده حد شغال عندكم في البيت؟ طيب حقوق الانسان فين من اللي بيحصل ده؟ وغلاوه وربنا معبوسك عشان انت بتستفزني. طب واسع لما اكسر التليفونات بقى. يعني لو انت ايه هكسريه؟ طب هات التليفون وانا هكسره لك. من الواضح كده يا جماعه ان احنا ظلمناها. هي بتزعق لباباها، فحقوق الانسان لا ما تتدخلش، لا خليكم زي ما انتم. بنته بتزعق لباباها عادي، مالناش دعوه. كملي يا سوزي كملي. وربنا يكسر اليدين، ما بيفرق معايا، ما تتكلمش معايا تاني. تف عليه يا سوزي. يعني اللهجه دي ممكن نسمعها مثلا ان اب بيتكلم كده بنته ماشي، لكن بنت بتتكلم كده باباها جديده دي. كنت طلعت اللي في قلبي. انا كنت مش هقول لكم كنت اوحش خلق الله، انا كنت اسوأ خلق الله. كنت بدخن وبنزل بقصير وما اعرفش واللي كنت اوسخ خلق الله. حلو، كنت اوسخ خلق الله. ودلوقتي انا بسالك والله عادي، ما عرفت اللي بتقولي الكلام. فجأة بعدت عن ده كله، دخلت في مجال التيك توك، بعدت عن صحابي وعن. فعلا عندك حق، التيك توك مصحة اصلا، بتجمع كل المعاتيه، واي حد بقى عنده اعاقه ذهنيه اعاقه جسديه بيخش التيك توك بيخف وبيبقى زي الفل. وكنت بدخن وكنت بص حياتي زفت خالص، بعدت عن ده كله وسحبت نفسي ودخلت في مجال التيك توك. الحمد لله انا كنت مدمنه ودلوقتي انا بقيت تيك توكر، الحمد لله ربنا انعم عليا من البنت حرفيا لسه بشختها وتقول لك بشرب وبشتم. كل ده عملتيه فين وانت في بطن ماما ولا انت ايه ده؟ محمد الفاروق قلبي اي لاف. يعني يعني بحبك والله ماي لاف، يعني بحبك. ماشي. تعبت ولا ايه؟ محمد مبسوط قوي، عمال بيصور لنا حته من حلمته وانت كلك. انت بخيل قوي يا محمد. والله العظيم بحبك. انا بعشق محمد. امك. نعم. وانا بعشق امك، ده انا يا لهوي بعشق امك. شيلك ليه شلتي؟ يا لهوي على خفه دمك يا محمد. اشيلك يا عيون. اشيلك يا عيون. يا الله على الجمال، ما اجمل ان تقضي الديوز مع راجل ديوز. راجل مش عمال يصور المدام وكل حته وكل تفصيله بشكل غير لائق. لا فعلا انا صدقت، انا ما غلطتش لما قلت عليك كده. انا عملت حاجه ما حدش عملها في مصر ولا حد لما اروح اقدم في شركه والاتش ار يقول لي ايه مميزاتك، يعرف يعملها لغايه ما قيامه الدنيا تقوم. ايوه اللي هو يست الكل. انا بعت جاكيت اسباني ب 350 جنيه. دي ما حدش هيعملها وانا مش هعرف اعملها تاني. انا عملت حاجه محدش عارف يعملها لحد ما قيمه الدنيا تقوم. يعني دي جمله واحد مثلا اخترع الذره، عمل تركيبه كيميائيه محدش عارف يعملها تاني. لا انا بعت جاكيت ب 350 جنيه. السلام عليكم. رحت المفروض ان انا اسجل اغنيه مع محمد رمضان اخويا وحبيب قلبي، فانا قلت له ورحت له الفيلا وقلت له
وقعدت اتحايل عليه كمان عشان يوافق واديته 15,000 جنيه. طب محمد رمضان رحت له فين؟ رحت له الفيلا لا انت كده رحت لشخص تاني. هو محمد رمضان ساكن في فيلا عادي مش في فيلا. وقعدت اتحايل عليه كمان عشان يوافق واديته 15,000 جنيه. فيا جماعه دلوقتي انا مش عارف اتواصل، عمل لي بلوك على الانستجرام وعلى الواتساب وعلى الفيسبوك. خد ال 15,000 جنيه ابن الحرام وهرب بره البلد. ما هو المبلغ ده ما حدش بيشوفه كل فين وفين، انت برضه اللي متسرع تدي لمحمد رمضان 15,000 جنيه طبيعي ياخدهم ويهرب. يا جماعه دلوقتي في مشكله. لا اله الا الله. في ايه؟ هو دلوقتي عايز برينجوز، كل ما ادخل سوبر عاوز ايه؟ دلوقتي عايز برينجوز، كل ما برينجوز؟ مش كان اسمه برينجاليز؟ 4 علب من جبس البرنجليز. ما بحبش التجويد خالص في الحاجات دي بالذات. اسمه برينجاليز. ايه برينجوز دي؟ مفيش حاجه اسمها برينجوز. يقول لي ماما عايز برينجوز، خد الصغير اهو، عايز الكبير. بجد طمع اوفر بجد. ما تاخد البرينجوز الصغير يا حبيبي. والله العظيم هقفل الفيديو واكلك. حط البرينجوز. طب هو انت فاتحه الفيديو حد مهددك يعني ان انت لازم تصور الفيديو ده ولا عادي؟ هو احنا نشارك جمهورنا كل حاجه لكن مش درجه ان احنا نحصرهم في البرينجوز. وبدا الفيديو بتقول يا جماعه انا في مشكله، فبجد دي احنا مش مشكله. هو ربنا يقويك على ما ابتلاكي. على فكره انت مش لوحدك، مشكله البرينجوز دي بيعاني منها كل بيت في مصر، فانت لمست نقطه مهمه جدا على فكره. حط مكانه، مش هاخد انا من الكبير، حط مكانه. احنا ممكن حضرتك مثلا بدل ما هو حطه مكانه ممكن نقفل التليفون ونحطه في جيبنا ونجيب الولد من ودانه وناخد البرينجوز ونحطه مكانه ونجيب له اللي هو عايزه. ليه محسن ان انت قاعده في الكويت وان احنا اهلك لازم تورينا كل حاجه؟ انت عارف ده بكام؟ انا مش قاعده على بنك يا حبيبي، ها؟ مش قاعده على بنك، فوق لنفسك كده وعيش عيشه اهلك. لا الظاهر كده يا جماعه والله اعلم ان ابنها ما بيعرفش يتواصل معاها الا لما يكون في كاميرا قدامهم. على فكره مش قاعده على بنك، هو ابنها وراها. انا مش قاعده على بنك. يا الله بيتواصلوا مع بعض ازاي في البيت دول؟ شوفش حد بتاع عضو. انا بقى اللي ما بشوفش وعينيا عميانه. والله من غير ما تقولي انت فعلا ما بتشوفش. يعني تليل الالوان دي او الالوان اللي انت لابسها دي هو اكيد في عمى الوان او في عمى كامل انت مش شايف اصلا هم لبسوك ايه. احمر واصفر وازرق وبمبي واخضر واسود وابيض وجينز كل الوان الدنيا محطوطه في قميص وشورت جينز. النهارده كان عندنا فرح بس عملت المره دي حاجه جديده اول مره اعملها. حلومي وحشتيني والله العظيم حلومي. بس حلومي عايز الفت انتباهك لحاجه واحده بس، يعني في خد المدام باينه قدامنا في المرايه. انا متاكد ان انت ما خدتش بالك بس انا قلت اما اقول لك يعني بس تاخد بالك المره الجايه. النهارده كان عندنا فرح بس عملت المره دي حاجه جديده اول مره اعملها. واكيد فرح يعني ميك اب ودريس وشعر وكل حاجه، وده كان الفاينل لوك بتاعي. مش عارفه ليه حاسه ان انا مش مامي قوي بالدريس ده. قررت ان انا اخلي الميد بتاعتي تلبس دريس وترقص وتبقى زيها زي المعازيم بالظبط. جربت الميد دي اللي هي المربيه تقريبا او صح بتساعدها في البيت. يعني هي قررت ان هي تاخدها وتلبسها زيها زي الناس زي البني ادمين يعني الطبيعيين وتخليها ترقص كمان. ده امر حضرتك ده ولا هي بمزاجها عايزه تفرح وترقص؟ اصل بجد ما فيش كرم بعد كده ان انت تخليها زيها زي الناس. لا وشوف الناس فعلا بص مبهورين ازاي وبيصوروها، وامل بترقص بفخدها ما شاء الله، وحليم اكيد هو اللي بيصور زيه زي الناس برضه. تعملوا كده وشوفوا الفرق، وده كان رد فعلها اول ما روحت. عايزاكم تعملوا كده بجد وتشوفوا الفرق. يا ريت يا جماعه كل واحد ياخد العبد بتاعه يخليه يرقص ويفرح زيه زي الناس. جربوا بجد كده شوفوا الفرق، هتحس ان نفسيتك بقت حلوه جدا. ده اللي ناقص ان انت تقوليه. الفيديو ده مصيبه. انا عمري في حياتي ما نزلت بول، انا عمري في حياتي. لا ده اكيد مش انت اكيد بتتكلمي عن الميد بتاعتك صح. اصل انا شغلت مخي برضه. اصل لو بتتكلمي عن نفسك فحليم صورك كذا مره وانت نازله البول، كتر خيره يعني كان ورانا كذا مره. واد جدع والله العظيم هو ما بينسناش. فاكيد بتتكلمي عن الميد بتاعتك. نزلت بول وعشان كده جبت لها مايو عشان تشارك معانا اليوم وتبقى زيها زي اي حد زي ما انتم شايفين. برضه هتخليها زيها زي اي حد حتى في البول. ما تاخدهاش على كده بجد والله هتتعود على كده. انا دايما معود الميد بتاعتي بربطها في رجل السرير، ما بفكهاش غير كل فين وفين وبخليها تعمل البيبي في مكانها. فما تعودهمش على كده بجد والله هتاخد عليكي. لو انت امل كنت بتعملي ده لخير مثلا او ان انت بتعملي كده عشان فعلا تفرحيها مش هتصوري ده او مش هتجري بيه، لان انت ما تجريتيش فيها فيديو واحد بس، انت تجريتي بيها في فيديوهات كتيره جدا، خاصه لانها اول مره كانت تنزل البول. وبصراحه من كتر فرحتها خلت يومنا احسن لانها كانت بتلعب مع لولي كتير جدا وكانت على طول بتضحك ومبسوطه لدرجه انها كانت عماله تصور كتير جدا عشان توري اهلها هي كانت فرحانه ازاي. حتى الست اللي شغاله عندكم بتتاجروا بيها. انا ما شفتش كده. هو انت يا حليم خلاص خلصت كل الافكار اللي ممكن تعملها بمراتك، دخلت على الميت بتاعتك قصدي بتاعت المدام؟ انت جايب واحده ليه تقعد مع بنتك يعني؟ مش فاهم. طبعا مش فاضيين قاعدين بتصوروا فيديوهات، جيب واحده تقعد مع البيت. مشكله كل الابهات. مفيش مكان مفيش مكان. خلاص بص في حل، في كنبه، لا كرسي هناك نام فيه. اوكي مفيش مكان خلاص، هي عادة هي وانا عادة مفيش مكان. هو انت بتصوري حليم بحلماته ليه؟ هو بينام بحلماته؟ يعني انتوا بتصوروا كل حاجه طبيعيه في يومكم. يعني لو كان حليم بينام بالاندر كنت هتصوري؟ اكيد كنت هتصوري. النهارده اهم فيديو في سلسله فيديوهات الناني اللي فاتت، في سلسله فيديوهات
نزلت فيديوهات يعني انا كده هتحمس لما تعملي فيديو كده. حليم اللي بيمنتج صح؟ لسه بيمنتج برجله برضه؟ يا ابني منتج بايدك بقى. يخرب بيت المونتاج المعفن بتاعكم بجد قذر جدا. اللي فاتت ده كتم من بق ايله وهي بتعيط وشفناها في الكاميرا بتعمل كده. واحنا اللي احنا عملناه خارق للطبيعه والواقع وما قدرتوش تعدوه. اسمهاش كده يا حته ليفه، اسمها جايبها من الصفر. يا حته ليفه انت متاثر بجعفر العمده؟ انت للدرجه دي عقلك صغير؟ انا كنت متوقع كده عادي. جاب وصبر واشتغل واجتهد فربنا كرمه. اشتغل واجتهد ورفع عروض الصبح لحد ما ربنا كرمه وجاب ميت عنده في البيت صح؟ بس اللهجه دي مش هفهمها. انت بتشغل دماغك وبتعمل فيديو كده عشان اخش اتفرج على اليوتيوب. انا ماليش خلق ان انا اتفرج على فيديوهاتك يا حليم. الواحد عنده مراره واحده. عيل بليفه زيك. ليفه زيك برضه جعفر العمده يا ابني. مين ان انا بعمله عشان ترند ومشاهدات. منتجك زباله يالا ولا منتجك زباله بجد. منتجك ازبل من فيديوهاتك. مش سامع. سيب الفيديو كده بيور عادي لوحده هفهمه. الله عليك الله عليك الله عليك يا حليم وانت بتصور كده كادرات ملهاش حل والله العظيم. عاش يا حليم صور هو بس كده. لا مش هكمل الفيديو. هو الناس كلها دخلت على الفيديو في اول دقيقه وبعد كده خلاص. انت يا حليم بجد انا ما شفتش، مش هقول لك راجل، بني ادم زيك او بني ادمه. انا مش عارف لسه نوعك ايه. الواد ده كنت بقعد معاه زمان اما كان عيل صغير. كان عنده افكار فعلا تشجعه ان هو يبقى كده. هو كان عنده ميول لكده اصلا. انا كنت اصلا شاكك في ميوله. ايوه هو الزيرو 3 وحايد 6 9 9 لا ما تقولش راجعوا معاك يمكن تكون غلطان. اخره 100. كلمه ده انا من اشد معجبينه يا اخي. زيرو قفل تليفونه. انت هتعمل لي فيها مشهور يالا ولا ايه؟ طب يا جماعه هنيجي في فيديو لحد كده. ميرسي باشا انت جايب لي لحد دلوقتي. لو انت مش لايك انزل عملت شكرا قبل الارض. باي باي. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost.